بتبدأ الحكاية بماكيا، بنت وحيدة من قبيلة اليورفي، والمميز في أهل القبيلة دي إنهم لما يوصلوا لمرحلة المراهقة ما بيكبروش وبيفضلوا شباب دايما، حتى في منهم اللي عمره وصل 400 سنة بس تشوفه تقول 20 سنة. وأهل القبيلة دي بيعيشوا مع بعض في هدوء وسلام في قلعتهم الجميلة بعيد عن البشر ومشاكلهم، ودايما كانوا مسالمين ولا عايزين أي مشاكل مع حد، وكانوا كل وقتهم بيقضوه في صناعة القماش، لكن كان ممنوع إن هم يتواصلوا مع البشر أو حتى يقربوا منهم. نرجع بقى تاني لماكيا. ماكيا زي باقي أهل القبيلة بتساعدهم وبتشتغل معاهم والكل بيحبها، لكنها على عكسهم دايما حاسة إن هي وحيدة وعايزة تعرف إيه اللي في العالم الخارجي، وخصوصا إنها يتيمة وأمها وأبوها ماتوا من فترة، ودايما كانت بتشوف أصحابها مع أهلهم فكان بيزيد حزنها ووحدتها. وفي يوم شافتها كبيرة العشيرة وكانت قاعدة لوحدها وبتعيط، فراحت وسألتها ليه بتعيطي، فماكيا قالت لها إنها حاسة بالوحدة هنا وكل يوم بتعمل نفس الحاجة وبتخاف تطلع بره القبيلة. فبدأت كبيرة القبيلة تقول لها إحنا بقالنا أكتر من 400 سنة شغالين في القماش، وكان موجود حوالينا مخلوقات بأشكال وألوان مختلفة، وده على مدار السنين كلها، لكن عمرهم ما استمروا في العيش هنا ودايما كانوا بيمشوا بعيد لأن عمرهم ما كانوا عيلة واحدة زينا. وقالت لها طول ما احنا مع بعض عمرك ما هتحسي أبدا بالوحدة، وحذرتها وقالت لها إن الوحدة الحقيقية هتحس بيها لو خرجت للعالم الخارجي، وقالت لها إن قدرنا إننا نفضل مع بعض دايما. وبعد كده ماكيا وصلتها لأوضتها ورجعت تاني تكمل شغلها في القماش، لكن وهي شغالة شافت واحد من القبيلة اسمه كلير رايح لمكان بيتسحب، فطلعت من الشباك بسرعة وراحت وراه عشان تشوفه رايح فين، وشافته واقف مع حبيبته ليليا في وسط الورود والجو الجميل. لكن فجأة مجموعة من البشر كانوا بيهجموا عليهم وكانوا راكبين تنانين اسمها ريناتو، فأول لما ماكيا شافتهم جريت بسرعة عشان تحذر كبيرة القبيلة، لكن للأسف وقتها كان قدر البشر خلاص يسيطروا على المكان كله وبدأوا يقبضوا على كل نساء القبيلة ومنهم ليليا. وبنعرف إن في واحد من التنانين اللي معاهم مصاب بمرض خطير اسمه العين الحمراء، وبسبب المرض ده بيخلي التنين يتجنن ويتعصب وكان بيكسر كل حاجة حواليه. وفجأة ظهرت قدامه ماكيا، لكن على آخر لحظة وقبل ما يدوس عليها قدرت إنها تمسك في القماش اللي ملفوف حواليه، لكن التنين طار بعيد عن القبيلة ووقعت ماكيا في مكان غريب. ولما فاقت شوية بدأت إنها تمشي وما كانتش عارفة هي رايحة فين، بس وهي ماشية سمعت صوت طفل صغير بيعيط، وللأسف لما وصلت له عرفت إن الطفل ده أمه ماتت وهي بتحاول تحميه من هجوم التنانين. فقررت ماكيا وقتها إنها هتاخده معاها في طريقها اللي هي مش عارفة هي رايحة فين. وعدى الوقت لحد ما النهار طلع وراحت ماكيا لأقرب قرية جنبهم عشان تجيب لبن للطفل الصغير، وقابلت هناك عيلة طيبة وقرروا إن هم هيساعدوها، وعاشت معاهم واتعلمت شغلهم، والأم بدأت تعلمها إزاي تتعامل مع الطفل، وبقوا تقريبا زي عيلة واحدة وأكتر. وماكيا بعدها قررت إن هي هتسمي الولد إريال وبقت زي أمه بالظبط. ومن ناحية تانية بنعرف إن الملك خايف عشان لو التنانين بتاعته ماتت من المرض اللي فيهم مش هيعرف يكمل سيطرته على البلاد المجاورة، وعلشان كده لازم يلاقي قوة جديدة تقدر تعادل قوة التنانين، وطبعا مش هيلاقي قوة أفضل من قوة قبيلة ماكيا. فوقتها الملك قرر إن هو هيجوز ليليا لابنه عشان يسيطروا على القوة دي. وبعدها عدت السنين وبنشوف إريال بيكبر أكتر وبدأ يكون صداقات مع الولاد في القرية، وكمان كان اتعلم شغل القماش. وفي يوم من الأيام ماكيا كانت رايحة تبيع القماش للتاجر، بس هناك في المحل بتاعه شافت قطعة قماش مكتوب عليها إن في مملكة نيزراتي هيقام حفل زفاف ابن الملك على الجميلة، وطبعا عرفت على طول إنها ليليا ومن الصدمة وقعت على الأرض. وبعدها قررت إنها تاخد إريال وتروح مملكة نيزراتي عشان تنقذ ليليا. وفعلا بالليل ركبوا السفينة وقابلت في السفينة كيلر حبيب ليليا، وكمان قابلت مجموعة من قبيلتها وكان هدفهم إنقاذ ليليا. وخطتهم كالآتي: الأمير هيكون على تنين ريناتو متوجه ناحية المركب اللي هيكون عليها ليليا، وفي الوقت ده هيهجموا هم على التنين، وده اللي هيخلي الحراسة على المركب قليلة ووقتها يقدروا ينقذوا ليليا. وفعلا في اليوم اللي بعده بدأت الخطة، وكلير ضرب التنين في رجله، وباللي عمله ده التنين هاج أكتر وبدأ يكسر كل حاجة. وفعلا راحت ماكيا وقدرت إنها توصل لليليا، لكن الغريب
إن ليليا ما كانتش موافقة إنها تهرب معاهم بسبب إنها كانت حامل من ابن الملك، وطلبت من ماكيا إنها تهرب بسرعة قبل ما يجوا الحراس ويقتلوها، ومنعت حراس الملك إن هم يطاردوها. ولما خلص اليوم وفشلت مهمتهم، كلير قرر إن هو يرجع تاني عشان يحاول ينقذ ليليا، بس ماكيا ما كانتش هتقدر تروح معاهم عشان كان لازم تفضل مع إريال، وقررت كمان إنها تنقل لبلد تانية. وماكيا كانت بتدور على شغل جديد عشان يقدروا يعيشوا في البلد الجديدة، لكنها برضه كانت حزينة على اللي حصل في ليليا. ووقتها افتكرت كلام كبيرة القبيلة لما قالت لها إن الوحدة الحقيقية عندنا إن إحنا نسيب بعض. فوقتها اتأثرت جدا وما كانتش عارفة تعمل إيه عشان كانت برضه عايزة تنقذ ليليا. وحتى إريال هو كمان كان عنده إحساس إن ممكن ماكيا تسيبه في أي وقت، لكن ماكيا دايما بتطمنه وبتقوله إنها عمرها ما هتسيبه. وفي يوم ماكيا كانت في الشغل وقابلت واحد من العيلة اللي ساعدتها زمان وكان اسمه لانج، بس كبر دلوقتي وبقى قائد في جيش الملك. ومن ناحية تانية بنروح لليليا وكانت خلاص خلفت بنت، لكن الملك وابنه كانوا منعينها ان هي تشوف بنتها وما كانوش عايزين يسيبوها الا لما تخلف لهم ولد. وكمان الملك امر ان هم يدوروا على بنت تانية من قبيلة اليورفي، ووقتها الجنود عرفوا ان هم شافوا بنت مع ليليا وكانت من نفس القبيلة، وطبعا كان قصدهم على ماكيا. وعلى طول تاني يوم الحراس راحوا قبضوا على ماكيا وودوها للقصر. وإريال وقتها كان كبر وقرر إن هو ينضم للجيش، وخصوصا بإن في حرب على وشك إنها تبدأ بين مملكة ميزاراتي وباقي الممالك، وكمان اتعرف على بنت واتجوزها ودلوقتي هي حامل. لكن بعدها بفترة بدأت الحرب بالفعل، وبدأ كل جيوش الممالك تهاجم مملكة ميزاراتي. وفي وسط الضرب اللي شغال في كل مكان ده قدر كلير إنه يحرر ماكيا، وكمان بعدها قدروا يوصلوا لليليا، بس برضه زي المرة اللي فاتت مرضتش تهرب عشان كانت عايزة تشوف بنتها. بس فجأة ظهر واحد من حراس المملكة وضرب كلير بالنار، وللأسف الجرح كان كبير وكلير ما استحملش ومات. ومن ناحية تانية ماكيا كانت بتهرب بعيد عن المملكة، بس سمعت مرات إريال وهي بتعيط علشان بتولد. وفي نفس الوقت ده كانت ليليا وصلت أعلى مكان في القصر وقدرت إنها تشوف بنتها لأول مرة. وماكيا هي كمان كانت قدرت تروض تنين وراحت لليليا وخدتها وهربت. وبعدها لما خلصت الحرب رجع إريال لعيلته بسلام وساد الهدوء على كل الممالك بعد ما دمروا ملك مدينة نيزاراتي. ووقتها افتكرت ماكيا كلام كبيرة القبيلة لما قالت لها إن هم ليهم حياتهم الخاصة بعيد عن كل البشر. وبكده ماكيا قدرت إن هي تجمع قبيلة اليورفي تاني. وعدت السنين وراحت ماكيا تزور إريال، لكن وقتها كان خلاص كبر في السن وبيموت. وبدأت ماكيا تفتكر كل ذكرياتهم مع بعض وما قدرتش تمسك دموعها وفضلت تعيط عليه وهي حزينة جدا. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد